الزمالك يلتقي المريخ السوداني يوم الجمعة القادمة في الجولة الثانية من دوري أبطال أفريقيا في 13 في بني غازي. طيب، المباراة دي لا تقبل القسم على 2. الجولة الثانية خسران أول جولة المريخ والزمالك بنفس النتيجة بهدف مقابل لا شيء. المريخ خسر من الترجي التونسي في تونس بنتيجة هدف مقابل لا شيء في الدقيقة 94. الزمالك خسر أمام مولودية شباب الجزائر في استاد القاهرة بركلة جزاء مشكوك في صحتها ل يعني في الدقيقة 65 تقريبا، في الستينات يعني. المهم، الزمالك يوم الجمعة في مباراة لا تقبل القسم على 2 نهائيا، لابد أن يفوز فيها الزمالك علشان خاطر يبدأ يسعى في نتائج المجموعة، ونخشش بقى في حسبة برما والآلة الحاسبة وإن احنا نستنى منافس. ولينا في دوري أبطال أفريقيا أيام الترجي برضو ومولودية الجزائر عبرة، لما الزمالك كان مستني إن الترجي يكسب مولودية الجزائر وده ما حصلش، وتعادلوا وصعدوا هما الاثنين، والحمد لله الاثنين برضو خرجوا من البطولة علشان تأمروا مش علشان خاطر تأمروا على الزمالك فقط، ولكن تأمروا على المستوى الشرفي للرياضة. المهم، الزمالك ان شاء الله باذن الرحمن يقدم نتيجة كويسة ويطلع فايز يوم الجمعة القادم علشان خاطر ربنا يكرمنا ونسعى للبطولة اللي مش عاوزة تيجي بقالها 21 سنة. ان شاء الله باذن الرحمن الواحد متفائل خير، وربنا يعوضنا باذن الرحمن ونكسب المباراة الجاية علشان خاطر نبدأ نخش في الحسبة من اول وجديد.